صحينا كلنا على خبر تغريم إمام عاشور بمبلغ 1,000,000 جنيه علشان اعترض على عدم مشاركته في ماتش استاد أبيجان الأخير. ولما تدور في التفاصيل هتلاقي إن محمد الشناوي هو سبب الغرامة دي. لما سأل إمام أنت قالب وشك ليه؟ ما أنت كنت فارد وشك قدام الجمهور دلوقتي. وهنا بقى سؤالنا الكابتن محمد الشناوي، أنت كنت قالب وشك ليه لما مصطفى شوبير كان بيلعب أساسي؟ يا راجل ده أنت اتقربت أكتر من مرة إنك حتى تقعد على الدكة، مرة مصاب ومرة محدش عارف انت فين. كابتن محمد الشناوي اللي اي كرة بقت بتروح عليه بنسبة 90% بتدخل جول. مين اللي بيسألك على مستواك وتراجعه؟ احنا هنا مش بنأيد تصرف امام عاشور، لكن ضد كابتن محمد الشناوي اللي فاكر الكابتنة والسيطرة غلط. ولما تدور ورا كابتن الشناوي هتلاقي اسمه اتكرر اكتر من مرة في احداث مختلفة مع لعيبة مختلفة جوه الاهلي وبراه. إمام هيعتذر ويتقبل الغرامة، لكن هتفضل قصة الشناوي علامة استفهام كبيرة، لأن اللي ما ترضاهوش على نفسك المفروض ما تقبلوش على الناس يا أبو الكباتن. هستنى رأيك في الكومنتات، أنت شايف العيب في مين؟ العيب في إمام ولا الشناوي ولا الإدارة اللي جابت إمام؟